بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. تتشرف أسرة فريق التحدي والتغيير بأم دينار بالتوجه بالشكر لأهالي القرية الكرام، ويشكر السابقين على ما قاموا به من إنجازات تحسب لهم أو تحسب عليهم، فما زلتم معنا نستفيد من خبراتكم وإرشاداتكم، وشبابنا الآن لديه العزيمة ليحمل على عاتقه نهضة القرية. وشكرا لكل من علمني حرفا، وشكرا على حسن الاستجابة والحضور المشرف، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. لا انا مش هقدر شرف. تتشرف قرية أم دينار بحضور نائبي مجلس محمد، النواب، النائب المحترم علاء ناجي عبد الرحيم والنائب المحترم أحمد فاروق أبو عبده. أما بعد، عزيزي الغالي، لابد من إخلاص النوايا لله حتى ينجح مسعانا. لقد قام فريق التحدي والتغيير بقرية أم دينار بدعوة نائبي مجلس النواب لحضور المؤتمر الأول بعنوان شاركنا همنا بقرية أم دينار، لعرض مشاكل القرية وأخذ وعدا منهم بالسعي معنا بحلها ومتابعتها، وزرع الثقة والأمل بين شباب القرية والمسؤولين، حيث أن شباب القرية لم يعد يثق في أي مسؤول ينزل بالقرية ولا أي فرد من قريته. فإليك عزيزي الغالي نبذة مختصرة عن قرية أم دينار، قرية ذكرت في كتاب وصف مصر بنضالها ضد الحملة الفرنسية على مصر، ويوجد بها القنطرة الأثرية منذ عهد محمد علي، حيث أنها آلت الآن إلى مقلب للقمامة وباعثة للأمراض ومسببة لنشوب الخلافات بين الأهالي. فيا عزيزي الغالي، ليس من عادتي العزف على وتر التفرقة والتعصب، لأن مفهوم الوطن يسكن وجداني قناعة عملية لا نظرية إنشائية، لكن عندما يقع الظلم والتهميش في أبشع صوره على قرية من هذا الوطن ومن أقدم قرى محافظة الجيزة، فلا تجد من ينصفها من ظلم جائر ولا من يرفع شكواها للمسؤولين. عندها أجدني مضطر لتلبية النداء لأتخندق في صف ذو القربى وأصون عهد الصبا والشباب بقريتي. عزيزي الغالي، تتعرض قريتي منذ زمن بعيد لتهميش ممنهج وإقصاء متعمد شمل كل المجالات، ومنها صرف صحي، حيث أن محطة الصرف الصحي بالقرية لم تندرج حتى الآن في ميزانية الدولة، حيث أن الأهالي يستغلون مصرف الري كمصرف صحي يصب في نهر النيل، مما يسبب كارثة قومية على الوطن. ونحن مصرين على أنها لم تندرج حتى نرى الحفارات بالقرية، أي التنفيذ الفعلي. ونعلم من سيادتكم أنها دخلت ميزانية 2016-2017 المدارس. قلة المدارس الابتدائية بالقرية التي لا تستوعب التلاميذ، حيث أن المدرستين تعمل فترتين صباحية ومسائية، ورغم ذلك تعدى التلاميذ 100 تلميذ بالفصل، حيث أن بعض المدرسين قالوا أن القرية بحاجة إلى كل 3 سنوات إلى 6 فصول زيادة حتى تواكب الزيادة السكانية. فيجب على الجمعية العمومية لمركز الشباب الموافقة على الاقتراح، أو أن الأهالي تتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة ابتدائي وإعدادي حتى نتجنب العجز في 15 عام القادمة، حيث أن العام القادم ستبدأ مدرسة أم دينار الإعدادية بإضافة فترة مسائية لها، مما ينتج عن ذلك أننا بحاجة إلى مدرسة إضافية ثانية، ناهيك عن عجز بالمدرسين يصل في مدرسة من المدارس التعليم الأساسي إلى 24 مدرسة. وقد تم تخفيض الحصص التي يتلقاها التلاميذ لعجز المدرسين وإضافة فصول إلى بعض، مما يؤثر على استيعاب التلاميذ. فيا عزيزي الغالي، مجلس الآباء متخاذل لا يقوم بدوره المطلوب، فعن أي تعليم يتحدثون؟ رحمة الله على التعليم بقريتي. 3. الطرقات، فالطريق لم يتم رصفه منذ 35 عاما. القمامة، حدث ولا حرج، فأنت لا ترى بقريتي إلا المناظر التي تثير الاشمئزاز، فالقمامة فاقت قمم الجبال، حيث يقتصر المجلس المحلي بكفر حجازي إزالة مقدمة القمامة ويترك الباقي. ومن ناحية أخرى يجب علينا توعية المرأة في كيفية فصل القمامة. المصرف الكائن بجوار المدارس الابتدائية حرمنا حتى من تدبيشه وتغطيته لسلامة أبنائنا من الأمراض والوقوع به منذ زمن بعيد. مستشفى القرية بها مبنى ضخم به عددا كبير من الغرف
يصل 21 غرفة لم يستفد بها حتى الآن، حيث أن إنشاءات المبنى تعدت 3 ملايين ونصف، وقد اقتصرت المستشفى على وحدة صحية، طب الأسرة وطبيب أسنان، وعلى ذلك نرغب أن تكون مستشفى تكاملي تجرى بها العمليات. 7. مكتب الخدمات بالقرية تم إنشاؤه على قيراطين من الأراضي ومبني دور واحد ومرخص ب5 أدوار، ولكن لم يستغل حتى الآن. مياه الشرب، يشرب أهالي قرية أم دينار من مياه الشرب الملوثة والمختلطة بمياه الصرف الصحي التي تسبب الفشل الكلوي وفيروس سي. فهل يا ترى ما هو العدد الحقيقي لفيروس سي بالقرية؟ فنرجو قافلة طبية لأهالي القرية لفحص فيروس سي للأهالي، فالطامة ستصبح عظيمة إن لم ندرك الخطأ. الإنارة، خدمات إنارة الطريق الرئيسي بأم دينار المناشي، معظم إنارة الأعمدة غير مضيئة، وعجز بعدد الأعمدة المضيئة بالطريق مما يسبب الكوارث من حوادث وسرقات. البطالة، فقط التصورات، حيث أصبح نسبة كبيرة من المتعطلين بالقرية تعدت 50%. المجالس المحلية المنتخبة وتوجيه الشباب كيفية إدارة ميزانية قريتهم بالطرق الأفضل لصالح القرية. 12. المجلس المحلي بكفر حجازي ومتابعة ما يقوم بتنفيذه على أرض أم دينار ومراقبته ومتابعته. فعندما أفتح عيني على أهل قرية أم دينار العامرة أرى كثيرا من الدكاترة والصحفيين ووكلاء النيابة ومن في الشرطة وحملة الشهادات العليا ومختلف الكفاءات، فلا أرى منهم أحدا بوظيفة مرموقة، فأتفحص مختلف الوزارات من قمتها إلى قاعدتها، فلا أرى منهم أحدا. أتفقد المؤسسات الحكومية الكبرى، فلا أرى في صداراتها أحدا منهم، فينقلب البصر خاسئا وهو حسيرا. عزيزي الغالي، فإذا أخلصنا النوايا لله وتحاببنا واحترم منا الآخر ولم نسفه بعضنا، فلنتقي الله في الألفاظ ونسعى للعمل وحل مشاكلنا بأفضل الطرق، فأنت مراقب من الله. فبناء عليه نعرض عليكم بعض المشاكل التي قدمت على النواب لرفع التهميش والمعاناة عن القرية، ألا وهي: 1. الاستغناء عن مساحة 1000 متر من مركز الشباب لإقامة ملحق للمدرسة يضم 40 فصلا بالتعليم الابتدائي. تدبيش وتغطية المصرف الكائن أمام سور مدرسة أم دينار حتى نهاية سور مركز الشباب للحفاظ على أطفالنا وإقامة محلات تقوم على تنمية القرية وسد احتياجاتها. تحويل الوحدة الصحية بالقرية إلى مستشفى عمليات اليوم الواحد التي ستخدم أهالي المنطقة. إنشاء المجمع الاستهلاكي بالقرية بالمحلات الثلاثة الموجودة بالجمعية الزراعية لترفع العبء عن كاهل رب الأسرة الفقير وتوفر له 10,000 من الجنيهات سنويا. فلا بد من التبرع للمحارة وشراء ثلاجات للمحل وسينفذ فورا. تفعيل مكتب الخدمات وإنشاء سجل مدني به يخدم القرية والقرى المجاورة. إنارة طريق أم دينار ورفع كفاءة الإضاءة به وزيادة الأعمدة. عزيزي الغالي، لن أكتفي بسرد فصول التهميش الواقعة على قرية أم دينار، ولن أختم قبل أن أوجه 3 رسائل أرجو أن يصل مبتغاها وليفهم من يدعي الفهم فحواها. أولا، أقول للمسؤولين، وهذا عن شخصي أنا، عن تسيير شأن هذه البلد، أنا من هذه القرية لن أقبل بعد اليوم بمواطنة ناقصة، ولن يضيع لنا حقا مهما يكن السبب، وسأتحمل مسؤولية ذلك مهما تكن النتائج. ثانيا، أقول للسياسيين الذين دأبوا على التقاطر على القرية في مواسم الانتخابات ونسيانها بعد يوم الاقتراع أن عهد الاستغلال أزف على النهاية، وزمن النزول لكبار العائلات والموالاة المجانية ولا إلى غير رجعة. ثالثا، أختم بالقول لكل من تعود على زرع الخلاف في داخل القرية للاستفادة على حسابها وتغييبها من مسرح الفعل، فنحن لن نكون مفعولا به بعد الآن، إن عهد الفرقة أدبر. فنرغب في إنشاء مجلس قروي يضم فردين من كل عائلة يباشر ويتابع مشاكل القرية ويحاسب كل عام على ما أنجزه. ويا شباب أم دينار، هلموا للتحدي والتغيير، قولوا كلماتكم بوضوح، لن يستمر التهميش، لن يستمر الظلم، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا. فمظاهر هذا التهميش أكثر من أن تحصى، لكن ذكر البعض يدل على الكل، والإشارة تكفي كل لبيب. وأنا آسف على الإطالة، وشكرا للجمع الكريم، مفيش لعب تاني. برافو عليك. خدت وقتك.